السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وفي أحسن الأحوال وأحسن الظروف. الوصفة تاع اليوم عبارة عن كروكيت بالبطاطا، كيجيو بنانين ولذاذين ومعلكين. فبقاو معايا للأخير باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. أول حاجة غادي نحتاجو البطاطا. فعندي تقريبا هنا 700 غرام ديال البطاطا، يعني شحال عندي بحبة، عندي 6 ديال الحبات متوسطين، يعني ماشي كبار بزاف. صافي غادي نقطعوهم قطع، نقطعوهم طريفات صغار ونديروهم يتسلقوا. صافي من بعد ما كملنا التقطيع ديال البطاطا ديالنا غادي نديروها في الكاسرونه او الطنجره باش تتسلق لنا. صافي غادي نكبوا عليها الماء. غطينا البطاطا بالماء، غادي نديرو معها الملح. صافي ونديروها فوق البوطه دابا. صافي دابا غادي نحتاجو جوج بصلات متوسطين اولا بصله كبيره، غادي نشلضهم ونرجع معاكم. صافي دابا غادي ناخذ مقله، غادي نديرو فيها واحد الكميه ديال الزيت، يعني ما تكثروش الزيت، ديروا غير جهه ما تشحر لكم البصله. صافي صافي غادي نديروها فوق البوطه تسخن وعاد نرميو البصله. صافي دابا غادي نديرو البصله ديالنا تسخن. البصله ما ذهبت لنا، يعني كاين شي حبيبات هنا راهم شويه فاتلهم الضياء. صافي غادي نطفي عليها وغادي نضيف لها الملح، شويه ديال الملح، وغادي نضيف عليها شويه تاع البزار. صافي وغادي نخلط. صافي دابا غادي نطفيو عليها ونهزوها ندخلوها فوق البوطه. هنا بعد صفات تسلقت لنا البطاطا ديالنا، غادي ندوزو باش نصفيوها. من بعد ما معسنا البطاطا ديالنا غادي نضيفو عليها البصله اللي شحرناها في الاول وغادي نخلطو مزيان. غادي نضيف شويه ديال الملح، غادي نضيف شويه ديال البزار، غادي نضيف واحد جوج معالق كبار ديال الفرينه، يعني مع هكا كبار مقدين، وغادي نزيد عليهم واحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس. صافي غادي نخلطو المكونات. صافي دابا غادي ناخذ واحد البلاطو اولا طبسي وغادي باش نشكلوا فيها لي كروكيت ديالنا. فغير باش نعلمكم، يعني باش نقول لكم انكم ما ديروش فيها الفرماج هنا لداخل، يعني فرماج محكوك ما ديروش لداخل هنا في البطاطا، لحقاش انا ديجا من قبل درتها وجربتها وما صدقتليش. صافي غادي نديرهم بحال هكا على هذا الشكل ونحطوهم هنا. صافي غادي نستمروا بهذه الكيفيه حتى نكملوا البطاطا ديالنا كامله. صافي من بعد ما كملنا التشكيل ديال البطاطا ديالنا، لي كروكيت ديالنا كيجيو على هذا الشكل. فهاد المقادير خرجوا لي تقريبا 12 ديال الحبه،
12 حبه. فالا ما كنتوش مزروبين يعني خليو حتى تبرد البطاطا مزيان عاد شكلوها، ولا كنت مزروبين بحالي صافي شكلوها وخليوها تبرد. دابا غادي ندخلها الثلاجه، الا كان عندكم الوقت ديروها في الثلاجه خليوها واحد الساعه، ولا كنتو يعني مزروبين بها يعني دخلوها المجمد واحد المده ديال ربع ساعه، غير بالماء تشد راسها. صافي دابا غادي ناخذ لا شابلور، وغادي ناخذ واحد الطبسي غادي ندير فيه واحد جوج ديال البيضات. صافي غادي نخلطهم مزيان، صافي غادي نضيف لها شويه ديال الملح، غادي نخلطهم مزيان. دابا غادي ناخذ هاد لي كروكيط ديالنا يعني غادي يكونوا بردوا. صافي غادي نحطوا الاولى، نصفوا جوج ديال الفرشيطات. صافي غادي نكملوا بهذه الكيفيه حتى نكملوا جميع لي كروكيط اللي عندنا، حبات ديال البطاطا اللي بقاو لنا. كملنا يعني المرحله ديال البيض وديال لا شابلور. صافي كيكون هذا هو هكا الشكل ديالهم قبل ما نقليوهم. بالامكان ديالكم تحتفظوا بهم هكا في المجمد، يعني تفرشوهم من تحت غير في السلوفان وتوليو تسلفوهم من الفوق وديروهم في المجمد في الكونجيلاتور، من بعد عاد تجمعوهم في ساشيه ديال الكونجيلاتور، ولا ديروهم ديريكتومون هكا في الماء او ديروهم في لابواط. من بعد غادي ناخذ واحد المقله غادي نديرو فيها واحد الكميه ديال الزيت، وغادي نخليوها حتى تسخن مزيان، عاد غادي نقليو لي كروكيط ديالنا. فبالنسبه للنار فكتكون نار متوسطه، وإلا شفتوا الزيت يعني سخنت بزاف فنقصوا البوطه. فانا هنا عندي البوطه ديال الضوء يعني ماشي كيما البوطه ديال النار، ما كتعطيش الحق للحاجه، سورتو لهاد المقليات هادو اللي كنقليوهم ديال البطاطا فكتعذب بزاف. صافي من يتحمروا من التحت صافي غادي نقلبوهم، غادي نقلبوهم نستعنوا بالفرشيطه وديك السباتول، ولا ديروا جوج فراشط ونقلبوهم حتى يطيبوا من الجهه الاخرى. صافي من بعد ما تقلاو لي كروكيط ديالنا فكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. صراحه كيجيو بنانين ولذاذ، فكنتمنى منكم تجربوها. هنا كنكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى من وصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنتمنى كم تجربوها، ونتلاقاو في فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله.